من بين أكثر الأسئلة إثارة للجدل في كرة القدم التونسية سؤال يتكرر في كل موسم وبعد كل مباراة كبيرة ومع كل تتويج جديد: هل النادي الإفريقي هو أكثر ناد جماهيرية في تونس؟ قد يبدو السؤال بسيطا، لكن الحقيقة أنه من أكثر المواضيع التي قسمت جماهير الكرة التونسية لسنوات طويلة. فجماهير النادي الإفريقي تؤكد أن فريقها هو صاحب القاعدة الشعبية الأكبر، بينما يرى أنصار الترجي الرياضي أن الأرقام والواقع يقولان غير ذلك. ويؤكد جمهور النجم الساحلي أن فريقهم يمتلك جماهيرية هائلة داخل وخارج تونس. أما النادي الصفاقسي وبقية الأندية فلها أيضا قواعد جماهيرية لا يمكن الاستهانة بها. إذن أين الحقيقة؟ وهل توجد أصلا طريقة علمية لمعرفة أكثر فريق جماهيرية؟ هذا ما سنكتشفه اليوم. لكن قبل أن نبدأ أريد منك أن تكتب في التعليقات اسم النادي الذي تشجعه دون أي إساءة أو استفزاز، وبعد نهاية الفيديو أخبرنا إن كان رأيك قد تغير أم لا. لنبدأ. أول سؤال يجب أن نطرحه هو: ما معنى الأكثر جماهيرية؟ هل نقصد عدد المشجعين أم عدد الحاضرين في الملاعب أم عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أم عدد المنخرطين في النادي أم حجم الانتشار داخل مختلف ولايات تونس؟ لأن كل معيار قد يعطي نتيجة مختلفة. لنأخذ مثالا: قد يكون ناد يملك ملايين المتابعين على فيسبوك لكن نسبة كبيرة منهم من خارج البلاد أو حسابه نشط منذ سنوات طويلة، بينما قد يكون ناد آخر يملأ المدرجات باستمرار رغم أن عدد متابعيه أقل. إذن عدد المتابعين وحده لا يكفي. طيب، هل نحكم من خلال الحضور الجماهيري في الملاعب؟ ليس دائما، لأن عدد الجماهير التي تدخل الملعب يتأثر بعوامل كثيرة: سعة الملعب، عدد المباريات دون جمهور، النتائج الرياضية، أسعار التذاكر، وأحيانا حتى الظروف الأمنية. إذن هذا المعيار أيضا ليس حاسما. هناك من يقول: لننظر إلى مبيعات القمصان، لكن حتى هذا المعيار غير دقيق، لأن جزءا كبيرا من الجماهير يشتري قمصانا مقلدة ولا تظهر في الإحصائيات الرسمية. إذن كيف يمكن معرفة الحقيقة؟ في الواقع لا توجد جهة رسمية في تونس تنشر إحصاء نهائيا يحدد عدد جماهير كل ناد، وكل ما يتم تداوله غالبا هو استطلاعات رأي أو دراسات إعلامية أو تقديرات تختلف نتائجها من مؤسسة إلى أخرى. ولهذا السبب نجد أن كل جمهور يستشهد بالدراسة التي تصب في مصلحته. لكن هناك نقطة يتفق عليها الجميع تقريبا، وهي أن المنافسة على لقب الأكثر جماهيرية تدور أساسا بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، وهذا ليس أمرا جديدا، فمنذ عقود يسيطر هذان الناديان على جزء كبير من الاهتمام الإعلامي والجماهيري في تونس. ففي العاصمة تجد أحياء كاملة تنقسم بين الأحمر والأبيض والأصفر والأحمر، وفي بقية الولايات يمتلك كل منهما آلاف المشجعين. لكن هل يعني ذلك أن أحدهما يتفوق بشكل واضح؟ هنا تبدأ الآراء بالاختلاف. أنصار النادي الإفريقي يقولون إن عشق الإفريقي لا يرتبط فقط بالألقاب بل بالهوية والانتماء، ويؤكدون أن النادي حافظ على جماهيريته حتى في أصعب فتراته وحتى عندما ابتعد عن التتويجات لسنوات، ويعتبرون أن استمرار الدعم رغم النتائج السلبية دليل على قوة القاعدة الجماهيرية. في المقابل يرى أنصار الترجي أن فريقهم لا يجمع فقط بين الجماهيرية بل أيضا بين كثرة الألقاب والاستقرار والنجاحات، وأن الشعبية الحقيقية تظهر في الامتداد داخل تونس وخارجها وفي الحضور الدائم في الملاعب والمنافسات الإفريقية. أما أنصار النجم الساحلي فيرفضون اختزال النقاش بين ناديين فقط، ويؤكدون أن النجم يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة خاصة في الساحل وعدة مناطق أخرى، وأن جماهيريته لا تقل أهمية. وكذلك جماهير النادي الصفاقسي التي ترى أن ناديها يملك تاريخا وجمهورا وفيا حتى وإن كان حضوره الإعلامي أقل من منافسيه.
إذن هل يمكن فعلا إعلان فائز؟ إذا كنا نتحدث عن الأرقام الرسمية فالجواب هو لا، لأنه لا توجد قاعدة بيانات دقيقة تحصي عدد مشجعي كل فريق. أما إذا كنا نتحدث عن الانطباع العام فإن معظم النقاشات تدور بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، بينما يظل النجم الساحلي والنادي الصفاقسي من أكبر الأندية جماهيريا أيضا. وهنا يظهر سؤال آخر أكثر إثارة: هل كثرة الجماهير تعني أن النادي هو الأكبر؟ قد يجيب البعض نعم، لكن آخرين سيقولون لا، لأن النادي الأكبر يجب أن يجمع بين الجماهير والألقاب والاستمرارية والإنجازات القارية، وهذا ما يجعل مفهوم الأكبر مختلفاً عن مفهوم الأكثر جماهيرية. وقد يكون النادي الأكثر تتويجاً ليس الأكثر جماهيرية، والعكس صحيح. وهنا أصل إلى أهم نقطة في هذا الفيديو: ربما المشكلة ليست في الإجابة بل في السؤال نفسه، لأن الجماهيرية ليست كأساً تسلم في نهاية الموسم، ولا بطولة يمكن عدها بالأرقام فقط، هي شعور وانتماء وتاريخ وتأثير اجتماعي، وهذه أمور يصعب قياسها بدقة. لذلك ستظل هذه القضية محل نقاش لسنوات طويلة، وربما هذا هو ما يجعل كرة القدم جميلة. قبل أن أختم أريد منك أن تجيب بكل احترام على 3 أسئلة: من هو أكثر ناد جماهيرية في تونس من وجهة نظرك؟ ما هو المعيار الذي تعتمد عليه في حكمك؟ عدد الجماهير، الحضور في الملاعب، الانتشار، أم شيء آخر؟ وهل يمكن أصلاً حسم هذا الجدل بالأرقام؟ أم أنه سيبقى مجرد وجهات نظر؟ اكتب رأيك في التعليقات، لكن تذكر أن الاختلاف في كرة القدم لا يفسد الاحترام. وفي الحلقة القادمة من سلسلة حقيقة ما يقال سنفتح ملفاً جديداً لا يقل إثارة، ملفاً يدور حول واحدة من أكثر القضايا جدلاً في الكرة التونسية.